مشروع ذاكرة المدينة وإعادة مخطوطات مباعة في مزاد علني خارج مصر، تطورات غير مسبوقة في مجال الثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي التطورات اللي حصلت في جميع القطاعات، فما نقدرش ننسى دور مصر في تطوير مجال الثقافة، واللي شهد حالة من التحديات غير المسبوقة، وقدرت الدولة اجتيازها وتحقيق عدد من النجاحات فيها. والدولة المصرية قدرت خلال السنين اللي فاتت إنها تواكب التطورات التكنولوجية، وكمان استثمرتها في تحقيق كل طموحات المجتمع التنموي. طب ما تيجي نعرف كده أهم الإنجازات اللي شهدتها الدولة المصرية في مجال الثقافة. أول حاجة هنتكلم عنها هو مجال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية، وعملت وزارة الثقافة على 201 مشروع على مستوى الجمهورية بتكلفة 7.5 مليار جنيه، وإعادة افتتاح دار الكتب في باب الخل، وده بعد اللي حصل في حادثة مديرية أمن القاهرة. وكمان المعهد العالي للموسيقى العربية ومدرسة الفنون بأكاديمية الفنون، وغيرها كتير من المشروعات. أما في مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري، نفذت الهيئات التابعة للوزارة أكتر من 300 ألف مشروع فكري وثقافي وإبداعي، واللي اتمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الفنية، ومنها أهل مصر وملتقيات شباب الحدود. ده غير بقى مشروعات اعرف جيشك واعرف بلدك، وإصدار مطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ووصلت لأكتر من 20 كتاب و3000 عرض مسرحي، وكمان 67 ألف ندوة وصالون ثقافي. وكمان قدرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تهتم بالموهوبين والمبدعين، وأصدرت قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعتبر الجائزة دي هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، واللي هدفها الأول هو منح جوائز لمرحلة الشباب والنشء من سن 5 ل 18 سنة، وحصل عليها بالفعل 83 طفل. ده غير تنظيم 166 ألف فعالية فنية خاصة بالإطار ده. وكمان أنشأت وزارة الثقافة مراكز لتنمية المواهب في عدد كبير من المحافظات. وطبعا مش هننسى التوسعات اللي عملتها أكاديمية الفنون في فرعها في اسكندرية، وبقت بتضم معهد للسينما والنقد الفني، ده غير معاهد الفنون المسرحية والموسيقى العربية، ومن المفترض كمان وجود فروع ليها في أسيوط والمنصورة. واهتمت وزارة الثقافة بالمشروعات الثقافية ودورها في زيادة الدخل القومي، ونفذت خلال السنين اللي فاتت 20 ألف فعالية في المجال ده، وده ضمن مبادرات رئاسية زي صنايعية مصر، واللي استفاد منها أكتر من 1000 متدرب. وكمان نجحت مصر في حماية وتعزيز التراث الثقافي، وده من خلال تسجيل 6 عناصر جديدة من الفنون التراثية في قائمة التراث المادي والغير مادي في منظمة اليونسكو. واستردت كمان الوزارة لوحات من مقتنيات متحف الفن المصري، و5 من المخطوطات اللي تم بيعها في المزادات العلنية بره مصر. وأطلقت الوزارة مشروع ذاكرة المدينة، واللي من خلاله كرمت عدد من الرموز الفنية، ووثقت أكتر من 400 لوحة بعنوان عاش هنا، والهدف منه إن الناس ما تنساش الرموز الثقافية والفنية المهمة اللي عاشت في المكان ده. وكمان عندنا مشروع حكاية شارع، واللي كان الهدف منه التعريف بسبب تسمية كل شارع. وكمان شهدت وزارة الثقافة فعاليات مبادرة حياة كريمة، واللي بتهدف لرفع مستوى حياة المواطنين في جميع القطاعات، واللي كان من ضمن أهدافها رفع مستوى الثقافة والمعرفة. وبالفعل تم تنفيذ أكتر من 700 فعالية ثقافية وفنية في 126 قرية و15 محافظة. نظمت الوزارة أكتر من 8500 فعالية فنية داخل وخارج مصر، وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي سنة 2019، وده اللي شجع الوزارة في إنها تكثف جهودها في إعداد الكتب للترجمة العربية وترجمة الكتب العربية للغات المختلفة. وقدرت وزارة الثقافة إنها تقوي العلاقات الدولية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الدول العربية والدول الغربية، زي بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الألبانية، وغير مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الإعلام والثقافة في جمهورية الصومال الفيدرالية، وكمان مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية، واللي كانت بتهدف لتحقيق التبادل الثقافي في عدد من المجالات بين البلدين. وفي الآخر حابين نقول لكم إن جهود الدولة المصرية مش هتنتهي في تطوير جميع مجالاتها.